ودلوقتي جه ميعاد الفيديو اللي كلنا مستنيينه، الفيديو اللي انا كلمتكم عنه بحاجات بسيطة جدا فرست كل الكلام ده وكل الاطباق دي، وده وفر عليا وقت ومجهود. تعبت يوم بس هرتاح ايام كتيرة. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، احلى عيلة، وحشتوني قوي قوي. بصوا بقى النهاردة الفيديو ده فيديو مش عادي. ايوه فيديو مش عادي. بصوا انا بحضر له من امبارح الوليمة المعتبرة. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا شيمو؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ ده انا هعمل حاجات كتير كتير كتير. بصوا اول حاجه بس قبل ما نبدا الفيديو نذكر الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. واي حد بيشوفني بالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك. اول حاجه كده انا جبت صدور فراخ مخليه زي ما انتم شايفين كده اهو. صدور فراخ مخليه دي بقى تنفع لسندوتشات المدارس وللغدا، ولو واحده شغاله وراجعه من شغلها، ولو هتشوفوا دلوقتي هنعمل بيهم حاجات اللهم بارك كتيره جدا جدا. تعالوا نبدا ونشوف واعرفكم انا اشتريت ايه وبكام والحاجات اللي هنستخدمها. صدقوني والله احنا يعني لما هتيجوا تستخدموها كده وهتيجوا تحسبوها هتلاقوها موفره جدا جدا. تعالوا نشوف انا فكرت في ايه كده ونويت اعمل ايه. هنا كده في الوصفه بتاعتي جايبه صدور الفراخ. طيب انت عامله ايه فيها يا شيماء؟ انا دلوقتي متبلها من امبارح بالبصل المبشور وملح بسيط قوي قوي والفلفل الاسمر. اجي هنا على البوتاجاز، انا هنا معايا 3 بطاطسيات حجم وسط. التلاتة قطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده وسايباهم على النار. يعني هعمل بطاطس مهروسه بمعنى اصح. طيب ونيجي هنا حضرت خضاري اللي احنا هنستخدمه: بصل، فلفل الوان، بقدونس وكزبره والثوم. وهنا حضرت، بصوا احنا مش هنعمل حاجه واحده، انا هعمل باذن الله كذا حاجه، فحضرت كل حاجه كل وصفه لحالها كده مع نفسها. يلا بينا نتوكل على الله. اول حاجه هعملها انا معايا هنا 8 صدور، تمام؟ هاخد منهم صدرين. دي كده اول حاجه هعملها خالص. صدرين معايا اهو. انا بصراحة الموضوع ده جاني كده ان انا اعمله يعني ساعة الدراسة. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين ان وقت الدراسة بيكون غير وقت الاجازة. وقت الدراسة بيكون ضيق قوي قوي، يعني مثلا صاحية بالنهار، عندنا مدارس دروس، بتحضري الفطار، والله يعين مثلا لو واحدة كمان نازلة شغلها، فبصوا تلاقوا ان الدنيا اصلا بيكون اليوم مفهوش. فجه في بالي بقى ان انا افرز شوية حاجات كده حلوة في الفريزر ويكون كذا نوع، بحيث ان اول اسبوع كده او اول 10 ايام الواحد يكون مرتاح شوية. جبت الصدور ديت وجبتها مخلية، وقبلها بيوم زي ما قلت لكم قبل كده تبلتها في ملح بسيط قوي قوي والفلفل الاسمر، وطبعا البصل المبشور ده بيساعد على تسويتها كويس. ودايما دايما بيبقى البصل المبشور لما ببيت فيه الحاجة بيديها نكهة جميلة جدا في كل الوصفات وكل الخلطات اللي احنا هنعملها. اول حاجة كده انا باخد صدرين صدرين، يعني كل 2 مثلا هستخدمهم لحاجة معينة، فدول كده اول صدرين بقطعهم قطع صغيرة جدا زي ما انتم شايفين كده، علشان هنروح هنفرمهم في الكبة. دلوقتي بقى انتوا شايفين انا قطعت الفراخ اهي. شوفوا اللهم بارك الصدرين بقوا عاملين ازاي، ولسه كمان لما يطحنوا في المفرمه. نيجي هنا بقى، ده الطبق الشقي بتاعنا، كل ده في قلب الكب. حطيت الفراخ، عايزه تحطي البصل الاول ماشي، تحطي الفراخ الاول ماشي، اي حاجه. وكل ما كانت الكبه اكبر كل ما بسم الله ما شاء الله بتبقى احسن. انا كبتي بس عشان صغيره شويه فاضطريت احط كل حاجه لوحدها، لكن لو الكبه بتاعتك كبيره لا، حطي كله على بعض بيكون بسم الله ما شاء الله افضل كتير. اهم حاجه لما هكون اجي اعمل اي وصفه لازم السوائل دي تنزل كويس قوي. يعني دي كده الكزبره والبقدونس، شوفوا كميه السوائل اللي نزلت فيها، انا بعصرها كويس جدا. لاني انا لو عملت الوصفه كده على ميه البصل او ميه الفلفل او ميه الخضره هتفك مني. يعني مثلا دلوقتي ممكن تلاقوا الفراخ بتفك، لا انا اشيل منهم اي سوائل. طيب السوائل دي هنعمل فيها ايه؟ هنرميها؟ لا حرام، احنا مش هنرمي اي حاجه خالص. حتى السوائل اللي نازله دي هتنفعنا، هقول لكم هتنفعنا في ايه دلوقتي، بس هتنفعنا في حاجه هتودي الاكله في حته تانية خالص. يعني انا عايزه اقول لكم ميه البصل على ميه الفلفل على ميه الخضره
عامله شغل جامد قوي، ريحتها لوحدها تحفه. دي كده اول حاجه انا هعملها بالصدرين. فرمت الفراخ وحطيت عليها كل الحاجات المفرومه، وهقعد بقى كده دلوقتي واشتغل. بس قبل اي حاجه هحط عليها كمان هحط عليها كمان التوابل. انا عايزه اقول لكم انا واقفه بعمل في الحاجات دي يعتبر طول النهار، بس قلت مش مشكله يوم اتعب فيه وارتاح بقيه الايام. يعني دايما كده بيبقى يوم التفريز يوم التعب، بصراحه بيكون يوم تعب وارهاق شديد قوي. دي بقى التوابل: ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات الفراخ، كوبيبه صيني، وحطيت كمان توم مفروم. وهنا هحط معلقتين بقسماط ومعلقتين دقيق ومعلقه نشا. كل الكلام ده هيكون على بعضه، كله بخلطه كله على بعضه، واخلطه بقى كويس جدا. انا دايما بحب كده اروق من حواليا، وده بيعطلني ان انا حتى في العادي من غير تصوير اخلص الحاجه اروح اغسل الصحون اللي في الحوض. لاني لما بستنى بسيبها كلها، اولا ممكن تلاقي حاجات يعني عايزه تستخدميها مش عارفه تستخدميها، ثانيا هتلاقي الحوض عقبال الليل بقى حاجه تانية. دي اول حاجه انا عملتها، دي الكفته. عايزه تعمليها على سياخ حلو، على سياخ كده تجيبي السيخ اللي هو بيكون بتاع الشيش طاووق اللي هو الخشب، وبتصبعي عليه الصباع. عايزاها مبططه كويسه برضو وجميله. ريحتها حلوه وهي نيه، يعني وهي نيه كده ريحتها حلوه. شايفين الطبق الاولاني ده؟ انا كنت بوريه لكم ان الطبق مش دور واحد، لا ده دورين. فرزي بقى على حسب استخدامكم. يعني انت عارفة الأكلة مثلا اللي انت بتستخدميها بتبقي محتاجة فيها 10 مثلا كفتيات، 6، 4، بتفرزي على حسب ما انت عاوزة. وبحط كيس بين كل رق ورق كده، يعني مثلا أول دور ده خلص فحطيت الكيس علشان ما يعجنش في بعضه طبعا. وفي الآخر برضو حطيت كيس خالص قبل ما اقفلها. هوريكم دلوقتي كل حاجه. ودي كده كانت اول حاجه اعملها، وفرستها اللهم بارك طلعت معايا 3 اطباق من الاطباق الفويل ده. يعني كل واحد يعتبر فيه 10. الصدرين كده عملوا لي حوالي 30 كوبيبه، 30 كفته يعني. فبصراحه ده كويس جدا. يعني صدرين يعملوا 3 وجبات، فدي حاجة كويسة بقى أطلعها وأنا مرتاحة كده. أعمل جنبها مكرونة، أعمل جنبها بطاطس محمرة، فدي خفت عني. وليها طريقتين: الطريقة الأولى يا إما تجيبي زيت في طاسة سخنة بس ما تكونش بتلزق، وتنزلي بالكفتة دي، وبعد يعني على الوش ده 3 دقايق والوش التاني 3 دقايق أو دقيقتين ودقيقتين. وبعد لما بتخلص، فاكرين اللي هي مية السوائل اللي احنا كنا سايبينها، اللي هي بتاعة البصل والفلفل والكلام ده، دي بقى احنا هنجيبها ونقوم دلقينها عليها. الله هتاكلي احلى كفتة. السوائل ديت هتبقى دي الصوص بتاعها، هتبقى فظيعة وجميلة جدا. ويا اما طريقة تانية، هتجيبي صينية وتحطي عليها ورق زبدة، دي بقى طريقة الفرن، وادخلها الفرن لمدة مثلا بتاع ربع ساعة. دي كده دي الطريقة التانية، يعني يا بالطريقة دي يا بالطريقة دي، بس أنا سبحان الله بحبها بالطريقة اللي هي على البوتاجاز أكتر، وبدلق عليها مية السوائل دي بتديها طعم فظيع. دي بقى تاني وصفة. نيجي للوصفة التانية، دي المقربة لقلبي. يعني أنا عايزة أقول لكم لما باجي أكلها كده في السندوتشات بيبقى طعمها جميل جدا. دي على فكرة الوصفة اللي أنا بعملها دلوقتي دي هي دي اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات اللي هو وانا بحضر اللانش بوكس بتاعهم. وكانت دي الفراخ الباردة، سريعة ومريحة جدا في عمايلها. يعني انا عايزة اقول لكم ان هي بتتعمل بسرعة رهيبة، سريعة وما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. زي ما انتوا شايفين كده انا قاعدة بعملش حاجة والصدر بحاله، بس هي سرها في طبق التوابل الجميل ده اللي هو ملح، فلفل اسمر، بابريكا مدخنه، دي سرها طبعا البابريكا المدخنه، ال7 بهارات الفراخ، توم باودر، بصل باودر. ده كده الطبق اللي هو تحت ده، ايوه اللي انا بشيله ده هو اللي فيه التوابل الناشفه. طيب ايه اللي هناك ده يا شيماء؟ الطبق اللي هناك ده انا حطيت زيت زيتون معاها بابريكا، انا اسفه صوص باربيكيو، تمام،
وخل تفاح وصويا صوص. كل ده انا حطيته على بعضه وقلبته. بجيب الصدر وبحطه على ورق زبدة وتحتيها ورق سلوفان، وبعملها الاول على الناشف. يعني انا بحط الصدر الاول كده في اللي هي البهارات الناشفة دي، بعد كده بحط عليه معلقة من الصوصات اللي احنا عملناها، بيخلي طعمها خطير في حتة تانية خالص. دي اللي هي اسمها الفراخ المدخنة او الفراخ الباردة. بس انا عايزة اقول لكم اعملوها وادعولي، انا اصلا ما كنتش عارفاها، وبصراحة انا شفتها على فيديوهات من فترة كبيرة، ومن ساعة ما عملتها وانا خلاص بقيت بعملها على طول. جميلة جدا. الصدر زي ما انتم شايفين بتعملوه بحاله. انا على فكرة انا شلت منه الحتة الطرية اللي تحت. بقول لك ايه يا عمر؟ ايوه يا شوش، انا عايزة اعرف رأيك النهاردة في اللي انا عاملاه ده. يعني ده هو غيره بص يا شوشو، هو صراحه يعني ده يتاكل بالفويل كده. يعني شكل الفويل كده مغري، يتاكل بالفويل، حرام الفويل يترمي. جاي والله من الشغل لا ايه، لا المطبخ مقلوب. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ قلت له بص هو كده انا بعمل كذا وصفه، مش بعمل وصفه واحده، اصل يا جماعه هم كذا حاجه يعني مش حاجه واحده. شوفوا بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 دول، وعجبته قوي ليا. هو ده خلقها محطوط. ورينا كده. هنفرز دلوقتي يا عيني يعني ده كباب يا ناس، ده هنا كباب بقى. يا ناس. يعني دي بقى هعمل ايه يا عمده؟ على الاير فراير. على الاير فراير 4 في 4 تقعد مثلا بتاع نص ساعه علشان اعمل الوصفه الثالثه. احطهم بقى في الاير فراير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقعدوا مثلا بتاع نص ساعه كده ولا حاجه اهو. الله عليك يا شوشو. الله عليك يا شوشو. لا ما انت لازم تاخدي 4 عشان المره الجايه تاخد 4 تانيين. شغاله على نص ساعه، على اعلى حاجه نص ساعه. هنا بس انا كنت بقول لكم ان انا شلت الحته الطريه تحت اللي هي الموزه بتاعه الفرخه دي، انا شلتها. شايفين الصينيه الزرقاء اللي هي احنا حطاها على البوتاجاز دي؟ اللهم بارك، طلعت منها 16 قطعه. عايزين تعملوها زي البانيه كده، خلاص هي كده اوريدي متبله. براحتك. عايزه تعمليها اللي هي الكريسبي، الفراخ الكريسبي برضو براحتك. هنا اللي هي بقى البطاطس اللي انا كنت بهرسها دي هتبقى الوصفة الثالثة. يعني احنا كده عملنا كفتة الفراخ، وعملنا الفراخ الباردة، ودي كده بقى تالت وصفة تجنن يا بنات، واللهم بارك، بتكون طعمها تحفة في حتة تانية. دي برضو اللي انت شفتوها في الفيديو اللي فات اللي انا عملتها في الساندوتش. جبت برضو الصدرين وقطعتهم قطع صغيرة وحطيتهم في الكبة، فرمتهم كويس جدا. ودي البطاطس المهروسه هرستها دلوقتي، ما كنتش لاقيه الهراسه، اضطريت اهرسها بالشوكه. وابتديت بقى احط على الصدرين البيضه ملح، فلفل اسمر، ال7 بهارات، بهارات الفراخ، ومعلقتين بقسماط، ومعلقه دقيق، ومعلقه نشا. هنزل عليها الاول بالبطاطس وهخلط كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. الفراخ مع البطاطس دي الوصفه الثالثه دي هتكون الناجتس. تمام. يا بنات انا اسفه جدا، اللي هي الفراخ اللي فاتت دي انا ما حطيتش عليها بقسماط. انا اسفه غلطت وقلت معلقه بقسماط، لا انا ما حطيتش على الفراخ كفته الفراخ بقسماط. البقسماط انا حطاه هنا بس. اسفه اختلط عليا الامر. وجبت صينيه وحطيت كيس ودهنتها بمعلقه زيت ونزلت بكل ده فيها. بس للاسف برضو البطاطس كانت محتاجه تبقى مهروسه اكتر من كده، بس ما جراش اي حاجه. لما عملتها كانت تحفه وجميله جدا جدا. ببططها بايديا وبحاول اخليها كلها حته واحده، وبحط عليها كيس وبقطعها بقى حسب الشرايح او الصوابع اللي انتوا هتعملوها. كل الكلام ده انا هدخلها الفريزر عقبال بقى ما اخلص بقيه حاجتي كده والم مطبخي وكده. دخلتها في فريزر لمدة مثلا ساعة ساعتين. ودي كده شكل الفراخ لما طلعتها من الاير فراير اللي هي الفراخ الباردة. اول ما بطلعها من الاير فراير ما بستخدمهاش، حطيتها في التلاجة برضو فترة لغاية لما تمسك نفسها. يستحسن ان انتم تاني يوم تقطعوها، ما تقطعوهاش في نفس اليوم. بس انا لاني مستعجلة وكنت محتاجة ان انا اعمل منها ساندوتشات، ومحتاجة بقى بصراحة ان انا افرز وارتاح لاني واقفة طول النهار، فقطعتها في نفس اليوم. بس حطيتها
يعني بتاع 3-4 ساعات، وبالليل كان ده منظرها. عايزه اقول لكم القطعه اللهم بارك تتاكل، يعني كانوا عايزين ياكلوها مني دلوقتي. وبرضو دي هتتشال في الاطباق زي ما انتوا عايزين، شيلوا الكميه اللي انتوا عايزينها. بصوا ما شاء الله، هي اصلا الصدر بيطلع قطع كتيره جدا، فالقطع الكتيره برضو هتوفي معاكي جنب مكرونه كده او بطاطس محمره، هتبقى حاجه جامده قوي. ده الناجتس بقى انا طلعته دلوقتي من الفريزر، تحفه بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، حاجه بيتي. يكفي ان هو حاجه بيتي، تخين بقى رفيع، يكفي ان انت عاملاه في بيتك. ودي كانت ميه حاطه فيها معلقتين دقيق، طلعته من الميه اللي فيها معلقتين الدقيق، غطسته بس كده وحطيته في الكريسبي، وبألف هنا وشفا. برضو زي ما انتوا شايفين الصينيه طلع معايا قطع كتيره جدا، قسمتها على كذا طبق. وده بقى كان الشكل النهائي. دي كميه الاطباق بسم الله ما شاء الله اللي انا عملتها من الصدور، احط في الفريزر واطلع بقى انا براحتي، على طول اعمل جنبها طبق المكرونه كده، ويبقى غدايا جاهز في ثانيه الا ثانيه.